السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال سنة أولى إعدادي، معكم مس مروة بإذن الله مكملة دروس منهج الدراسات الاجتماعية. درس النهاردة أول درس في التاريخ. الدرس الأول وحدة شعب. المصري القديم كان بيعيش حياة التنقل، يعني بيتنقل أو بيترحل من مكان للتاني. فضل على الحال ده فترة طويلة لحد ما جه الوقت واستقر على ضفاف نهر النيل، الضفة الشرقية والضفة الغربية. ومن هنا عرف الزراعة، زرع، وعرف المعادن، استخرج المعادن من الأرض، وعرف الكتابة. ولما عرف الثلاث حاجات دول عمل لنا حضارة، هي أول حضارة عرفتها البشرية كلها. أول حضارة الإنسان عرفها هي الحضارة المصرية القديمة. طب تعالوا بينا نعرف بقى إيه هي كلمة حضارة، معناها إيه، المقصود بها إيه. لما أقولك إيه هي الحضارة، أو عرف لي أو ما المقصود بكلمة حضارة، هي كل ما أنتجه عقل الإنسان سواء كان مادي أو أدبي. يعني كل حاجة الإنسان أنتجها هي حضارة، سواء كان الحاجة دي مادية يعني آثار، معابد، أهرامات، بيوت، قصور، فخار. طيب يعني إيه كلمة بقى الإنتاج الأدبي أو إنتاج أدبي؟ هي عبارة عن الكتابة، العلم، المعرفة، القصص، الحكم، المواعظ. يبقى عند الإنسان المصري عرف الزراعة والمعادن والكتابة لما استقر على ضفاف نهر النيل. ولما عرفهم عمل لنا ايه؟ الحضارة، اللي هي كل ما انتجه عقل الانسان من ايه؟ من اشياء مادية او اشياء ادبية. من هنا بدأت ايه؟ اول خطوات قيام ايه؟ الحضارة المصرية القديمة. طيب ايه اللي ساعد الانسان المصري القديم على انشاء الحضارة دي؟ وجود نهر النيل، موقع مصر المتميز، المناخ المتنوع، الموارد الطبيعية اللي ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ اداها لمصر. حياة المصري القديم مرت بعدة سنين أو عدة عصور. إيه هي؟ هنقسمها بفترتين: عصور ما قبل التاريخ، وعصور ما بعد معرفة الكتاب أو بعد ما الإنسان اكتشف الكتاب. تعالوا بينا نشوف بقى عصور ما قبل التاريخ. إيه هي؟ العصر الحجري القديم، العصر الحجري الحديث، العصر النحاسي، عصر ما قبل الأسرات. طيب الأربع عصور دي بتبدأ من ايه وتنتهي فين؟ بتبدأ من بداية ما خلق ربنا الإنسان لحد ما الإنسان عرف الكتاب، دي اسمها عصور ما قبل التاريخ. طيب العصور اللي بعدها بتبتدي من ساعة ما الإنسان عرف الكتابة، تبدأ بالعصر العتيق اللي هي الأسرات 1 و2، بتبدأ من القرن 31 ل29 قبل الميلاد، يعني قبل ميلاد المسيح عليه السلام. معانا كمان فيها ايه؟ عصر الدولة القديمة اللي هي الأسرات الثالثة للأسرة الستة، من القرن 28 للقرن 22 قبل الميلاد. وعصر الاضمحلال الأول، يعني عصر الضعف في الأسرات، من 7 ل10، من القرن 22 للقرن 21 قبل الميلاد. وعصر الدولة الوسطى اللي هي الأسرات 11 والأسرة 12، من القرن 21 للقرن 18 قبل الميلاد. عصر الاضمحلال الثاني، يعني عصر الضعف الثاني، اللي هو وقتها كانت مصر دولة ضعيفة نتيجة الصراعات، نتيجة الحروب، نتيجة حاجات كتير قوي. بتبدأ من الأسرة 13 لحد الأسرة 17، من القرن 18 لل17 قبل الميلاد. عصر الدولة الحديثة الأسرة 18 للأسرة 20، من القرن 16 للقرن 11 قبل الميلاد. والعصر المتأخر اللي هي الأسرات 21 لحد الأسرة 30، من القرن 11 للقرن 4 قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام. طيب القرن كم سنة؟ القرن 100 سنة. هنعد سنة 2 3 50 70 80 90 100، يبقى القرن معانا كام سنة؟ 100 سنة. طيب دلوقتي ازاي بقى نحدد تاريخ ما قبل الميلاد وتاريخ ما بعد الميلاد؟ وازاي يعني هنقول مثلا قبل ميلاد السيد المسيح وبعد ميلاد السيد المسيح؟ قبل ميلاد السيد المسيح يعني قبل ما السيد المسيح عليه السلام يتولد، بنسميه قبل الميلاد او قاف ميم اختصارا. يعني كل ما كان الرقم كبير كل ما كانت السنة اقدم من اللي قبلها. يعني عندي مثلا سنة 2000 قبل الميلاد، هننزل بقى هنبقى 1999 قبل الميلاد. طب لو نزلنا كمان هتبقى 1998 قبل الميلاد. اللي عكسها على طول السنين اللي بعد الميلاد، بعد ميلاد السيد المسيح عليه السلام. كل ما كان الرقم كبير هتبقى السنة أحدث منها. يعني هنقول مثلا 1998 1999
ميلاديا 2000 ميلاديا. يعني عندي قبل الميلاد من الكبير للصغير، بننزل من الرقم الكبير للصغير. بعد ميلاد السيد المسيح من الرقم الصغير للرقم الكبير، يعني 1 2 3 4 5. لكن قبل الميلاد 9 8 7. تعالوا بينا يا حبايبي نشوف بقى عصور ما قبل التاريخ دي، ندرس عصر. طب ايه هي بقى العصور ما قبل التاريخ؟ هي العصور ما قبل معرفة الإنسان للكتابة. يعني بتبدأ من ساعة ما ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان ووضع على سطح الأرض، لحد ما الإنسان عرف الكتابة سنة 3350 قبل الميلاد. يبقى عندي عصور ما قبل التاريخ بتبتدي من ساعة ما ربنا خلق الإنسان لحد ما الإنسان ده عرف الكتابة، اللي هي سنة كام؟ 3350 قبل الميلاد. عصور ما قبل التاريخ 4 عصور: عصر حجري قديم، عصر حجري حديث، عصر نحاسي، عصر ما قبل الأسرات. تعالوا بينا نشوف العصر الحجري القديم. يا ترى ايه اللي حصل فيه؟ المصري القديم عاش في حياة متنقلة، مترحل فوق الهضاب، رايح من مكان للتاني، مش مستقر في مكان واحد. طب ليه يا ترى الإنسان المصري القديم عاش حياته متنقل في العصر ده؟ عشان يجمع البذور والثمار من الأشجار والنباتات، ويصطاد الحيوانات والطيور. عايز ياكل، طب هياكل ازاي؟ ما عندوش وسيلة تانية غير انه يجمع البذور والثمار ويصطاد الحيوانات والطيور. ايه كمان؟ ما كانش يعرف البيوت لسه، ما كانش بنى بيوت ولا منازل ولا شقق، كان بيعيش في الكهوف. يبقى سكن الكهوف. عمل ايه كمان الانسان المصري القديم في العصر الحجري القديم؟ صنع ادواته اللي بيستخدمها في حياته اليومية من الحجارة. جاب الاحجار كده واستخدمها وعمل ادواته، واستخدم الادوات دي في الصيد. زي ما قلنا كان بيصطاد حيوانات وطيور عشان ياكلها. واكتشف النار، ولما اكتشفها استخدمها عشان يطبخ بيها الاكل اللي هياكله. يبقى في عندي هنا تطور، بداية من انه عاش متنقل. بعد كده بدأ يجمع البذور والثمار ويصطاد الحيوانات ويسكن الكهوف. بعد كده جات له فكرة انه يستخدم الاحجار عشان يصنع بها ادواته اللي هيستخدمها في الصيد، هتسهل عليه موضوع اصطياد الحيوانات والطيور. بعد كده عندي تطور اكتر اللي هو اكتشاف النار. طب ازاي اكتشفها؟ جاب حجرين او مجموعة من الاحجار وخبطهم كده مع بعض لحد ما ظهرت لنا النار، وبكده قدر الانسان يكتشف النار ويستخدمها وتفيده في صناعة الطعام. طيب العصر الحجري الحديث ايه اللي حصل فيه؟ الانسان المصري ساب الهضاب اللي كان عايش عليها ورايح جاي من مكان للتاني. طب ليه سابها يا ترى؟ لان الجفاف حل بالمكان ده. الهضاب دي اصبحت جافة يعني ما قدرش يعيش فيها، اصبحت مش مفيدة ليه. هيعيش فيها ازاي وهي كلها جفاف؟ لا قادر ياكل ولا قادر يشرب. بعد كده لما ساب الهضاب دي يا ترى راح فين؟ نزل لوادي النيل اللي احنا كلنا دلوقتي عايشين على ضفافه. تمام. لما الانسان المصري نزل لوادي النيل عرف الزراعة، بدأ بقى يسيبه من جمع الثمار والبذور من الاشجار والنباتات ويتجه لانه يزرع النباتات والحاجات دي بايديه. فزرع لنا بقى الحبوب عشان ياكل زي القمح والشعير. ايه كمان اللي زرعه المصري القديم؟ الكتان. مش بس زرع بنفسه وبايده، اهتم بتربية الماشية والاغنام والماعز. بدل ما كان بيجمع البذور والثمار دلوقتي بقى بيزرعها عشان ياكل. طيب ايه كمان؟ بعد ما كان بيصطاد الحيوانات دلوقتي هو اللي بيهتم بتربيتها عشان تفيده في الاكل. طب يا ترى اهتم بتربية ايه الانواع من الحيوانات اللي رباها المصري القديم؟ الماشية، الاغنام، الماعز. اصبح حياته مستقرة، بدل ما يتنقل من مكان للتاني عاش مستقر، وبدأ بقى يعمل مساكن، بيوت يعني اكواخ. ومن هنا ظهرت القرى، مساكن جنب بعض، هي عبارة عن أكواخ أو مساكن جنب بعض، عملت لنا القرى اللي ظهرت. القرى دي ظهرت عن طريق إن تعددت الأكواخ دي، يعني كوخ جنب التاني جنب التاني، عمل مجموعة من القرى اللي بقت جنب بعض. ايه كمان؟ المصري القديم صنع الأواني الفخارية عشان يستخدمها في حفظ الطعام، والنسيج والملابس من الكتان، وعمل المقابر يعني المدافن عشان يدفن فيها موتاه. حياة المصري القديم اتطورت أكتر، وصلنا للعصر النحاسي اللي هو عصر استخدام المعادن. الإنسان بقى ما عادش بيستخدم الأحجار بس، لا استخدم معاها المعادن في صنع أدواته. المصري القديم عاش حياة مستقرة أكتر عن العصور اللي فاتت، فضل بقى يتطور حضاريا أكتر. طب إزاي؟ بدل ما كان بيعيش في أكواخ بنى بيوت من الطوب اللبن اللي هو الطوب اللي معمول من طين نهر النيل.
مش بس كده، فرش المساكن ديت بالحصير، بقى في عند حصير وسراير خشبية منخفضة الارتفاع، ماهيش يعني مرتفعة عن الأرض ارتفاع كبير. كمان فرش السراير ديت بمخدات من الجلد. يبقى الإنسان حياته اتطورت أكتر في العصر النحاسي، واستخرج النحاس من شبه جزيرة سيناء، عشان كده سموه عصر نحاسي، عشان تم استخراج النحاس فيه وتم استخدام المعادن. المصري القديم ما عادش بيصنع ادواته بس من الحجار، لا بقى يستخدم المعادن وكمان الخشب والعاج. وظهرت عندي بعض العبادات زي تقديس بعض الحيوانات، يعني تقليد، يعني اصبحت بعض الحيوانات كآلهة او معبودات في العصر ده. قبل ما مصر تتوحد وتبقى دولة واحدة بدأت مراحل، يعني واحدة ما بقتش دولة على بعضها كده، لا مش مرة واحدة، بالتدريج. ازاي؟ اول حاجة ان القرى نشأت عن طريق ان الاكواخ فضلت تبقى انسان يبنيها ورا بعض جنب بعض لحد ما ظهرت لنا القرى. بعد كده لما في عندي كذا قرية جنب بعض عملت ظهرت المدن. ولما كان عندي كذا مدينة جنب بعض ظهرت الاقاليم المستقلة، يعني كل اقليم بيحكمه حاكم لوحده مستقلة عن الاقاليم التانية. ولما ظهرت عند الأقاليم تحققت أول وحدة في تاريخ مصر. الوحدة دي فضلت سنوات كتير. تعالوا بينا نشوف أول حاجة القرى. نشأت القرى لما المصري القديم نزل يعيش عند وادي النيل، ولما تعلم الزراعة واستقر في المكان فبدأ يبني الأكواخ والبيوت الصغيرة من الطوب اللبن، اللي هو الطوب اللي مستخرج من طين نهر النيل. طيب يا ترى بنى الأكواخ والبيوت دي فين؟ جنب الأراضي اللي زرعها، يعني الأرض بيزرعها بنى جنبها بيته أو الكوخ اللي هيعيش فيه. فبدأت عندي تظهر القرى اللي هي تجمع عدد من البيوت مع بعضها البعض، كذا بيت جنب بعض كده، 50 60 70 بيت كده عمل لي قرية. طيب ايه بقى اللي بيميز كل قرية عن التانية؟ ان التعاون بين سكانها، كل قرية سكانها بيتعاونوا مع بعض في كل حاجة عشان تبقى حياتهم أسهل. كمان ان كان لكل قرية معبود، يعني إله خاص بيهم، يعني القرية دي بتعبد المعبود أو الإله ده، القرية اللي بعدها لها معبود أو إله تاني مختلف عنها. لما ظهرت القرى نشأت بعدها على طول المدن، يعني نتيجة اتساع القرى دي وسكانها الكتير ظهرت بعد كده المدن. اللي بيميز كل مدينة ان كان لكل مدينة حاكم بيراعي مصالح الشعب اللي بيختاروا من بينهم. يعني هنا في عندي حاكم بيحكم المدينة دي، هم اختاروه عشان يراعي مصالحهم. يعني ايه يراعي مصالحهم؟ يحفظ لهم حقوقهم، لو كل واحد له حق يديهوله ويعرفهم واجباتهم. والله انت واجبك تجاه مجتمعك اهو، لازم تساعد في المدينة بتاعتك. ومش بس كده، يحدد التعامل مع الآخرين، يحافظ على حقوق سكان مدينته ويحدد لهم التعامل مع الناس التانية. كان لكل مدينة سور بيحيط حواليها عشان يحميها من الأخطار الخارجية، سواء بقى كانت هجمات، حروب، غزوات، لو في لصوص. يبقى إذن عندي كل مدينة حاكم خاص بيها بيراعش بيراعي سكان. وكان عندي لكل مدينة سور وكمان معبود، إله كانوا بيعبدوا إله خاص بيهم مختلف عن آلهة أو معبودات المدن اللي حواليهم. وكان كل مدينة بتشرف على القرى اللي بتجاورها. يعني عندي مثلا المدينة دي حواليها مجموعة من من القرى، هي اللي بتشرف عليه، هي اللي بتراعي مصالحهم، هي اللي بتعرفهم حقوقهم وواجباتهم. من بداية ظهور المدن وتجمعها كده ظهرت عندي الأقاليم بقى المستقلة. نتيجة تجمع بقى المدن والقرى مع بعض عملوا الأقاليم المستقلة. اللي بيميز كل إقليم عن غيره من الأقاليم إن كل إقليم حاكم بيراعي مصالح السكان. وكان لكل إقليم عاصمة، زي ما عرفنا إن لكل دولة عاصمة، زي مثلا القاهرة عاصمة مصر، كان وقتها لكل إقليم زي مثلا هقول لك محافظة مثلا، محافظة مش كل محافظة لها محافظ. هو كان ساعتها برضو كل إقليم له حاكم خاص بيه وله عاصمة خاصة بيه. كمان لكل إقليم جيش بيحميه من من الأخطار أو من الغزوات أو من المعارك. وكان لكل إقليم معبود. المعبود ده له شعار بيتعرف بيه، يا إما طير أو حيوان أو نبات.
زي ما احنا عارفين يا حبايبي ان كان لكل اقليم حاكم، ففي احد حكام الوجه البحري عندي في شمال مصر وحد كل اقاليم الدلتا. عارف الدلتا دي كلها هو وحدها في مملكة عرفت باسم مملكة الشمال، ودي كانت بداية الوحدة الاولى اللي هتبدأ تتجه بقى لاول وحدة في تاريخ مصر. بعد كده الوحدة ديت اتوسعت فشملت مصر كلها سنة كام؟ 4242 قاف ميم قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام. اختاروا للوحدة دي مدينة أون العاصمة الموحدة للبلاد. أون ديت هي هليوبوليس باللغة اليونانية اللي هي عين شمس دلوقتي في مصر. الوحدة دي فشلت للأسف. الفشل ده نتج ان البلاد رجعت تاني تنقسم، بس المرة دي ما انقسمتش الأقاليم ومدن، لا انقسمت لمملكتين، مملكة الشمال ومملكة الجنوب. يا ترى ايه النتائج اللي ترتبت على فشل اول وحدة في تاريخ مصر القديم؟ ان عند مصر انقسمت لمملكة في الشمال ومملكة في الجنوب. مملكة الشمال كان مكانها في الوجه البحري اللي هو شمال مصر، عاصمتها مدينة بوتو، هي في مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ دلوقتي. لون التاج، الملك كان بيلبس تاج لونه احمر. شعار المملكة نبات البرد، لان نبات البرد معروف انه كان بيتزرع بكثرة في الوجه البحري في الوقت ده. كانوا بيعبدوا ثعبان الكبرى. طيب مملكة الجنوب فين؟ في الوجه القبلي او في جنوب مصر، عاصمتها مدينة نخب اللي هي الكاب دلوقتي في شمال ادفو عندي بمحافظة اسوان. الملك ملك مملكة الجنوب وقتها كان بيلبس تاج لونه ابيض. شعار مملكة الجنوب كان زهرة اللوتس، وكانوا بيعبدوا انثى النسر. مصر فضلت يا حبايبي مملكتين، مملكة في الشمال ومملكة في الجنوب، كل مملكة منهم بتحارب المملكة التانية لحد ما ظهرت في مدينة طيبة اللي هي عند الأقصر حاليا حاكم. ظهر لنا الحاكم مينا أو نعرمر، وهو اتجه وصمم انه يوحد مصر من تاني تبقى مملكة كبيرة، وبدأ عصر جديد عندي هو العصر العتيق. طيب لما اقول لك امتى ظهر العصر العتيق في مصر؟ لما ظهر في طيبة ملك يدعى نرمر أو مينا، قرر انه يوحد مصر من جديد في مملكة واحدة. من هنا ظهر عندي العصر العتيق. فشلت الوحدة الأولى وانقسمت مصر المملكة في الشمال ومملكة في الجنوب. بعد كده الملك مينا أو نعمر وحد البلاد، وبدأ عندي الوحدة التانية في تاريخ مصر القديم. تشمل العصر العتيق الأسرة الأولى اللي هو أنشأها الملك مينا، ومعانا كمان الأسرة الثانية. الملك مينا أو نعرمر هو أسس الأسرة الأولى. إيه أهم أعماله؟ انتصر على مملكة الشمال، حارب مملكة الشمال وقام بتوحيد مصر في شمالها وجنوبها سنة 3200 قبل الميلاد، وعمل عاصمة موحدة جديدة هي مدينة منف. يعني إيه منف؟ المينا الجميل أو قلعة الجدار الأبيض. يا ترى ايه هي القاب الملك مينا او نعرمر؟ المصريين القدماء لقبوه بعدة القاب، يعني اطلقوا عليه اسماء كتير والقاب كتير. ملك الارضين الشمال والجنوب، صاحب التاجين التاج الابيض والتاج الاحمر، ملك مصر العليا ومصر السفلى، ونسر الجنوب وثعبان الشمال، نتيجة ان كان في معبودات قلنا كانوا بيعبدوا الثعبان في الشمال والنسر انثى النسر في الجنوب. الملك مينا خلد انتصاراته دي لما انتصر على مملكة الشمال، وبعد ما وحد مصر عن طريق انه سجل كل الاحداث دي، احداث الحرب والانتصار اللي حصل، على لوحة سميت بلوحة الملك نعرمر. كان فيها رسومات في الوجهتين، عندي وجهة الامامية للوحة والوجهة الخلفية. كان بيحتفل بانتصاراته، ومن هنا مصر بدأ فيها أسرة جديدة هي الأسرة التانية. الأسرة التانية حافظت على وحدة مصر بين الشمال والجنوب. فضلت مصر متوحدة في أيام الأسرة التانية زي ما كانت متوحدة أيام حكم الأسرة الأولى بداية من الملك مينا. وبكده انتهى درسنا النهارده حبايبي في سنة أولى إعدادي. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلكم الدروس الجديدة بإذن الله. أشوفكم قريب. كانت معكم مس مروة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.